نوري مرحبا بك. تشرفنا. انت كنتيش في الفلاحي، يعني كيفاش كتشوف الموسم الفلاحي ديال التفاح هذا السنه؟ هو الموسم ديال التفاح هو غادي يتطور، لان العام الثاني ديالو واخا هو الدوره الرابعه عشر، ومن العام الثاني ديالو من بعد ميديت، لحقاش كان مشى ميديت وعاود ردوه دابا حاليا لمزار كندر. بعد ما رجعت الورديات في ميديت، رجع الموسم ديال التفاح بمزار كندر، وهو غادي في تحسن ان شاء الله بالفعاليات ديال المنطقه والناس ديال المنطقه والفلاحه ديال المنطقه. ولكن دابا كيجاوب على ان التفاح ديال هذه المنطقه يعني مازال ما وصلش للجوده اللي يعني المتوخاه. هو ماشي ما وصلش الجوده كاينه، وانما باش تكون تمره كامله وتعطي ذاك الحلاوه ديالها وداك الشيء، هي باقي لها واحد ما بين 20 يوم حتى 25 يوم غتكون واجده، يعني الوقت ديالو جا شويه متقدم. انت كفلاح صغير، علاش يعني هاد يعني التفاح ديال هذه المنطقه دغيا كيقولوا كما كنقولوا بالعاميه دغيا كيخماج؟ علاش؟ لا هو ما التفاح ديال اوروبا، لا هو ما كيخمش، هو معروف عالميا على مدى الوجود. انا كانت هنا عندنا لاصوديا، الشركات اللاصوديه كانت اوروبيه، كانت هي في الاول شدينا القوار. هي المنطقه عندها تربه قويه تعطي المواد التفاح اللي كتقوي، ماشي كتخمش، هو ما كيخمش اصلا، الا تصاب بعض الامراض ديال سميتو اللي كتصيب التفاح، هذاك تيكون هذاك موسمي كل فتره مزيان، وعلى حساب الادويه اللي كتعطى. المقارنه على السنه الفارقه، يعني هذا العام منتوج احسن من السنه؟ لا هذا العام حسن، هذا العام حسن من العام الاول، لان حتى الناس من بعد ما دار المهرجان جلسوا مع الجمعيه اللي نظمت المهرجان ومع الاطر الفلاحيه والناس المسؤولين عن الفلاحه، وداروا دراسه وخرجوا ببعض المعلومات وبرامج اللي تبع الفلاح وحسن الانتاج ديالو. شكرا. ما كاين مشكل. معنا احد الفلاحين الكبار بمنطقه ايموز كندره، وشي مشوي محمد. مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا للاذاعه المفضله. اولا تنشكر الجميع وتنشكر الحضور الكريم، وهذا المهرجان وطني الرابعة عشر اللي هو تيشكل واحد الاقتصاد المنطقه، واللي هو تيجعلنا نقطه تواصل بين الفلاح وبين التعاونيات في المنطقه ككل. يعني واش انت راضي يعني كفلاح راضي على الانتاج ديال الفلاح في المنطقه؟ ولله الحمد الانتاج عندنا مزيان والجوده احسن جوده في المنطقه، ورغم ذلك عندنا واحد المشكل ولا هو المشكل ديال التسويق الصعيد الوطني، وتنشوفوا الجهات المسؤولين باش يشوفوا شي حل هذا المشكل الوحيد اللي عندنا في هذا الجهه. واش ما كاين اشكال في التسويق؟ كاين اشكال في التسويق، المنتوج والجوده كاين، لكن التسويق عندنا المشكل فيه. ربما الجوده ديالو ما كتسمحلوش بان نسوق، لان اذا كانت الجوده اوتوماتيك احسن جوده. انت كما تشوف دابا هي الجوده واحسن جوده في المنطقه. يعني في نظرك انت شنو اللي خاص يدار باش انه يتسوق؟ خصنا بعد اولا نكونوا تعاونيات اكثر من التعاون، عندنا 4 تعاونيات ولكن ما كافيينش في المنطقه. خصنا نكونوا تعاونيات على الصعيد الوطني، خصنا ننظموا راسنا مع الجمعيه الوطنيه منتج الاشجار المثمره في المغرب باش نشوفوا شي حل، ربما نصدروا على برا، لان الانتاج عندنا احسن والجوده احسن. شكرا.